أنا بال 75 كنت موظف بالقسم العسكري بدائرة التقاعد بكرادة مريم كانت. الصبح الدوام كان ب8. أنا 7:30 دخلت القسم، أول موظف دخل القسم. ذاك الوقت التليفونات أرضية، دق التليفون. طيب شلته، طلعت لي امرأة على التليفون قالت لي شو اسمك انت؟ قلت لها اسمي محمد حسين. قالت هذا القسم العسكري؟ قلت لها نعم. قالت عندي معاملة يمك، ممكن تساعدني؟ قلت لها تدللين؟ قالت أنا أم أحمد. ما أعرفها منو أم أحمد، منو ما أعرفها. بال10 دخلت امرأة للقسم سألت منو محمد حسين؟ قال له لا هذا. اجت عليه قالت أنا اللي خابرتك الصبح. قلت لها اهلا وسهلا، جيبي لي الإضبارة وتعالي. جابت الإضبارة، اجتي الاسم المشير الركن عبد السلام محمد عارف، يعني زوجها رئيس الجمهورية. هذا الرجل ب58 كان نائب رئيس الوزراء. اختلف ويا عبد الكريم قاسم الله يرحمهم كلا الطرفين. وهي جت بنفسها؟ هي بنفسها جت، يعني مو سايق ووقت ماكو سايق ولا لا. راح اعطيك حتى الاسم، السيدة ناهد حسين، ويقال انه بنتها الكبيرة الان تسكن مدينة الفلوجة حسب ما عرفت. صدقوني يا اخوان ما خليتها تتحرك متر واحد، انا بيدي عقبت المعاملة. الان عقبوا المعاملات وشوفوا الضريبة التقاعد اي دائرة تريد روح عقب بيها وشوف. تعودت ان تراجعني. راح اعطيكم سر من اسرار عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية العراقية. بهاي الفترة بال75 زوجته قاعدة ايجار، ما عندها بيت بالمنصور. اكو رئيس جمهورية ما عنده بيت؟ وحتى لا نظلم الجميع، عمي عبد الكريم قاسم كان قاعد ايجار ب6 دنانير وهو رئيس وزراء. فيصل الاول بقصر شعشون قاعد ايجار. بنته راجحه زوجها ضابط طيار عراقي قاعد ايجار بالكراده. وانتم هسه كل واحد يريد 3 ملايين بدل ايجار. الفقير وين يعطي وجهه؟